ركز في مستقبلك عشان تنجح، مالكش دعوه باي حد. ابعد عن اصدقاء السوء، مالكش دعوه بالبنات. البنات دول والله ما لهم لازمه في الحياه غير ان لما تكون بس بنتك او اختك او مراتك. اكتر من كده ما لهمش لازمه. صدقني والله، لو كان ليهم لازمه في حياتك ما كانش ربنا عز وجل قال لك غض بصرك عنهم، لانه عارف ان هم ما لهمش لازمه. دول نوع من انواع الفتن. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك اخطر انواع الفتن هي الست. ما تركت فيكم فتنه اخطر على الرجال من فتنه النساء. فغض بصرك على قد ما تقدر. صدقني ما بينفعوش حد، ما بيقضوش مصلحه. الدنيا عشان تنجح فيها لازم تجتهد وتسعى، وربنا عز وجل ساعتها هيوفقك وهيقدر لك الخير. في مقولة بيقول لك بقى ايه، السعي والاجتهاد بيجلب الحظ. ومفيش حاجة اسمها حظ، هي حاجة اسمها أقدار. ربنا بيقدر لك الحاجة ولكن بوقت محدد. عرفت تستغلها خير وبركة، ما عرفتش تستغلها هتروح عليك. زي العروض كده، كل حاجة ليها مدة معينة. طيب عشان تعرف مستقبلك وتجتهد فيه وتركز فيه لازم تعمل ايه؟ لازم تقرا. طب انت ما بتحبش القرايه، حاول تضغط على نفسك في القرايه. شوف الحاجه اللي تحببك في القرايه على قد ما تقدر. امسك كتاب. معلش، الادويه كلها طعمها مر، بس في الاخر بتكون سبب في شفائنا. عشان خاطر في الاخر ايه؟ توصل لهدفك، تعرف انت عايز ايه من الدنيا. واوعى 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 من فتنة المال السهل زي التيك توك والشحاتة اللي عليه. اياك من التيك توك. الناس بقت دلوقتي تستسهل تفتح لايفات عشان خاطر بس تشحت، ويقولوا للناس كبسوا وشيروا، بعتوا هدايا، بعتوا ورد، بعتوا حوت اسد، فرخة، اي حاجة. دي انواع من انواع الشحاتة، ومش موجودة في بلدك بس، لا دي موجودة في دول العالم كلها، بس خاصة هي البلاد العربية. امسك ورقة وقلم كده وقول والله انا بقى عايز كذا وكذا 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 وكذا. هتعرف في الاخر من دول انت عايز ايه، طموحك. انت في الاخر عايز يكون معاك فلوس، تمسك ورقة كده، انا عايز في الاخر يكون معايا فلوس، ويكون معايا زوجك وصالحة، ويكون معايا كذا كذا كذا. كل حاجة وليها خطة، كل حاجة وليها سعي. طيب الفلوس قبل الزوجة الصالحة ولا الزوجة الصالحة قبل الفلوس؟ تفتكر ايه؟ الفلوس الاول وبعد كده الزوجة الصالحة. ليه؟ لما يكون معاك فلوس هيكون عندك قلب انك تخش على اهل البيت العروسة وتطلب ايه ده. وده في الدين خصوصا بيقول لك من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فانت لازم لازم تشتغل وتسعى على قد ما تقدر عشان يكون معاك فلوس، عشان خاطر في الاخر تلاقي زوجة صالحة. ولما تيجي تختارها تختار زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصاك. تنكح المرأة لمين؟ لمالها وجمالها وحسبها، فاصفر بذات الدين تربت يدك. فانت لن تحط ده في عقلك. حط ده في عقلك، كسبت فلوس، كسبت زوجة، من الزوجة دي هتجيب لك أولاد. في الأولاد دول لما هي الزوجة تعلمهم حاجة كويسة وانت تسعى برضه تربيتهم من تربية كويسة، هيكونوا في الآخر ليك ايه؟ قرة أعين. يعني يوم ما تشوفهم كده تتبسط. فهمت؟ ولو في عندك أي سؤال ابعت لي وأنا أقول لك كل حاجة بالتفصيل. سلام.